السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وأبراج جديدة. النهاردة 7/9 فنجان الجديد وحصري على القناة على صفحة الفيس يا برج الجدي. أرجو منكم لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا عشان تكونوا من ضمن أسرتنا، أسرة أم مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصل لكم كل إشعار بكل فنجان ليكم أنا بنزله. لو قدرتم إن انتم تعملوا شير أو مشاركة للفنجان يبقى كتر ألف خيركم، ساعدوني على النشر بالشير الكتير وكمان باللايك. أصحاب برج الجدي ده خلي كذا حد النهاردة عايزين برج الجدي، مع إني معادكم بكرة في الفنجان، يعني أنا ماشية بالدور، بس أنا ما أقدرش أتأخر عليكم. وكمان في ناس كتير منكم طلبت فنجان يكون خاص بالعاطفة لحاله، فبإذن الله النية إن أنا أفتح لكم 2 فنجان النهاردة، وإن شاء الله الفنجان ده هنفتحه ونفك كل رموزه بالتفصيل، وهفتح لكم كمان كروت الملائكة وكروت الحب نشوف عايزة تقول لكم إيه، وبعديها بساعة على طول هينزل لكم فنجان تاني هيكون خاص بالعاطفة. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد مسافر يا برج الجدي؟ بص يا برج الجدي، تقريبا بعض الطاقات منكم عندكم حد مسافر ماشي، وبعض الطاقات منكم عندكم شخص راجع ليكم من سفر ماشي، فكلكم عامة مش زي بعض، بس انتم هتوصلوا حد في طريق سفر، والبعض منكم ممكن الشريك بعيد عنكم، ممكن يكون في بلد بعيدة فهو راجع الفترة دي في اجازة يعني بإذن الله ماشي. عندك لمة عائلية بإذن الله هتكون فيها، او عزومة هتتعزم عليها عند حد من اهلك، او انت هتعزم حد عندك عامة، فان شاء الله في اللمة دي انت هتكون مبسوط على فكرة، وانت مخنوق يا برج الجدي ومحتاج ان انت تخرج او تغير جو او تخرج من المكان اللي انت فيه او من بيتك عامة، لان من الواضح ان انت الفترة دي حاسس بخنقة في قلب بيتك ومش مرتاح. فاخرج يا برج الجدي، اخرج، روح تعالى، اتمشى، شوف مناظر طبيعية ماشي، يعني غيروا الجو بتاع البيت وغيروا المود بتاعكم. انتم حاسين بخنقة جامدة، وعايزة اقول لكم ان انتم في طاقات سلبية هي مأثرة عليكم. الحسد، العين جامده قوي ومأثره عليكم قوي وهي اللي خانقاكم. خلي بالكم من نفسيكم. انتم كمان على فكره اصحاب برج الجدي عندكم انتم كمان في سكه سفر مفتوحه ليكم، فانتم لو ناويين على سفر هتسافروا انتم كمان على فكره ماشي حبايبي. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، انتم في صلح عندكم. بصوا في صلح او تراضي هيحصل ما بينك وما بين شخص على فكره يا برج الجدي، والشخص ده ممكن يكون شريكك على فكره، ممكن تكونوا انتم كنتم على خصام او بعد او في مشاكل ما بينكم او منفصلين. فعامه انا شايفه ان الشريك عايز يرضيك يا برج الجدي وعايز يصلحك وعايز يرجع ليك على فكره، بس يعني بص انت ممكن تكون يعني قبل ما تتصالح معاه ممكن يعني ايه يكون في كلام كتير جواك انت عايز تقوله له، فانا شايفة ان قبل الصلح هيكون في مواجهة ما بينكم على فكرة، وانت في كلام كتير او في عتاب عايز تعاتبه بيه، او في غلطات هو وقع فيها معاك فانت عايز تعرفه غلطاته اللي هو غلطها ناحيتك، يعني عشان هو من الواضح ان هو يعني ممكن يكون جه عليك او ظلمك جامد على فكرة يا برج الجدي. فعامة يا برج الجدي انتم في الاول او في الاخر انتم عندكم تراضي وعندكم صلح باذن الله على خير، وانت هتعرف الشخص ده يعني غلطه اللي هو غلطه في حقك، وهتاخد حقك تالت ومتلت. بص يا برج الجدي انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عندك بشره حمل، ناس كتير منكم باذن الله استبشروا خير في بشره حمل تخصكم، وبعض الطاقات منكم هتسمعوا بشره حمل لشخص قريب منكم على فكره، فكلكم مش زي بعض. ارجع واقول يا برج الجدي من ناحيه العاطفه انا شايفه ان ربنا هينصرك على الشخص اللي جه عليك من ناحيه العاطفه، ولو ليك حق عنده هتاخده تالت ومتلت وحقك راجع ليك يا برج الجدي. برج الجدي انا عايزه اقول لك كمان لو انت رافع قضيه باذن الله ربنا هينصرك فيها على فكره. في كمان ممكن تكون اوراق انت بتخلصها الفتره دي تخص اوراق حكوميه او اوراق تخص قضيه يعني بتجري عليها بتسعى عليها ان انت تخلصها
تخلصها، فباذن الله هتخلص معاك على خير. يعني ممكن تكون كانت متعطله معاك او واقفه معاك الفتره اللي فاتت، بس انا شايفه ان هي الفتره دي والفتره اللي جايه باذن الله هتمشي معاك الامور زي ما انت عايز. برج الجدي انت الفتره دي مضغوط جدا 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 في التفكير، بتفكر كتير بس اغلبيه تفكيركم في الماديات. ليه بقى؟ لان انتم عليكم مسؤوليات وعليكم حمل وعليكم التزامات زيادة عن اللزوم غير اي وقت عدى عليكم، فشايفاكم بتفكروا في الفلوس. في ناس كتير منكم من الواضح ان انتم مسكتوا مبلغ الفترة دي او استلمتوا فلوس من مكان بعيد، والبعض منكم انا عايزة اقول لكم ان في فلوس جاية لكم على خير باذن الله الفترة اللي جاية، في مبلغ جاي لكم على خير. برج الجدي ممكن تتعب بصراحة، يعني في ناس ظاهرين لي يعني تعبانين منكم، مش كلكم، يعني في ناس كويسة وفي ناس تعبانة. بص يا برج الجدي انت من تعب لتعب من الواضح، يعني بتصحى من نومك كده تلاقي عندك كل يوم حاجة جديدة، تلاقي ظهرك مرة بيوجعك، تلاقي مرة رجلك بتوجعك، تلاقي معدتك تعباك ممغص طول الوقت، تلاقي شعرك بيقع كتير، تلاقي جسمك مكسر. بص عامة العين عليك جامدة، مطلوب منك ان انت تحصن نفسك، وانت ما بتحصنش نفسك على فكرة يا برج الجدي. انتوا بتشوفوا الفنجان معايا وبقول لكم على الحاجة تعملوها والعلاج وانتم مش بتسمعوا الكلام. خلي بالكم في ناس منكم عينيكم كمان ممكن توجعكم الفترة دي، الناس المحسودة قوي عينيها توجعها على فكرة، ماشي. في حد كمان ممكن هيتعب في عتبة بيتك، ممكن حد من ولادك، بس يعني ان شاء الله باذن الله هيكون عنده استشفاء، وانت كمان هيكون عندك استشفاء يا برج الجدي. برج الجدي في قلب شغلك بالله عليك خلي بالك، لان حواليك ناس مش كويسة خالص خالص خالص، ناس بتتكلم عليك كتير وقاعدين على سيرتك وبتكلموا من ورا ظهرك، ويعني بص هي الناس دي يعني بوشين من الواضح، وما يقدروش يقولوا لك في وشك اي حاجة وحشة على فكرة. يعني هم بيخافوا منك على فكرة، وعارفين ان انت لو هم جم قالوا لك اي كلمة ما عجبتكش هترد عليهم وهتاخد حقك منهم تالت ومتلت، ويعني انت ما شاء الله شخصية يا برج الجدي. بس الناس دي انا شايفاهم هم عايزين يأذوك في لقمة عيشك، هم بيتكلموا ورا ظهرك، بيعملوا فتنة، بيوقعوا ما بينك وما بين اشخاص، ممكن يكونوا بيتكلموا عليك مع مسؤول ليك او مع زمايل. فخلي بالك خلي بالك، انت بتساعد ناس كتير في قلب الشغل وبتقف جنب ناس كتير هي ما تستحقش المساعدة ولا يعني تستاهل الخير اللي انت بتعمله معاهم. ناس كتير انت واكل معاها عيش وملح هي اللي بتأذيك على فكرة في قلب الشغل، ومتعرض منهم لظلم في قلب الشغل على فكرة يا برج الجدي. برج الجدي حاول ان انت تعزل نفسك عن الناس اللي حواليك الفترة دي، وما تتكلمش عن نفسك كتير ولا عن بيتك ولا عن حياتك ولا عن ولادك، وعايزاك كمان تقبل للناس اللي حواليك وفكر في نفسك بس، وما تبقاش يعني تفضل طول عمرك معطاء للناس اللي حواليك لكل من هب ودب كده، لان انت بعد كده بترجع تزعل على نفسك يا برج الجدي. برج الجدي حرر نفسك من العلاقات السلبية، حواليك علاقات كتير او ناس كتير انت بتتعامل معاهم ملهمش لازمة اساسا يكونوا حواليك، يعني دايرتك لازم تتفرطر وتنضف يا برج الجدي على فكرة. فخلي بالك بالذات في قلب شغلك، وعلى الصعيد التعاملات بتاعتك الشخصية كلها، علاقاتك الشخصية كلها لازم فرطر الناس اللي حواليك، لان انت يا برج الجدي اقسم بالله العظيم انت يعني مش عارف تاخد حقك من الناس اللي حواليك، يعني ولا عارف تاخد حقك في قلب شغلك، ولا عارف تاخد حقك في قلب بيتك مع شريكك، ولا عارف تاخد حقك من الناس اللي انت بتتعامل معاهم، على طول متعرض لظلم، بتتضرب من تحت الحزام. عارف لو الناس دي بتجيلك في وشك او بتضربك في وشك كنت زي ما قلت لك كده هتاخد حقك تالت ومتلت، لكن للاسف هم بيطعنوك من الخلف وبيأذوك من تحت لتحت، ومتعرض منهم لظلم جامد جامد جامد، وانت للاسف بتيجي على نفسك كتير عشان خاطر ناس كتير هي ما تستاهلش، بتساعد ناس كتير وبتنجح ناس كتير وبتراضي ناس كتير وبتضحي عشان ناس كتير، وانت متعرض منهم طول الوقت الظلم. يا برج الجدي بص لنفسك شوية، بص لنفسك شوية،
مش هقول لك حاجة تاني. انا مش شايفة في يعني ناس بصراحة حواليك تستاهل اللي انت بتعمله ده عشانهم. يعني بص يا برج الجدي، اللي حواليك يستاهلوا خيرك ويستاهلوا العاطفة بتاعتك ويستاهلوا العطاء بتاعك. اقول لك اولادك في يعني من اخواتك يستاهلوا ان هم يعني تقف معاهم ويقفوا معاك، لان من الواضح بعض الطاقات منكم عندكم اخت ممكن يكون في شغل ما بينكم او شراكه قريبه منك قوي يا برج الجدي على فكره، ويمكن انت كمان بتسمع لها وهي بتسمع لك، بتفضفض معاها وهي بتفضفض معاك، بس مش كلكم، ده لبعض الطاقات منكم. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا ظاهر لي ان بعض الطاقات منكم بالذات العزاب من الواضح ان انتم في علاقه عايزين تحرروا نفسكم منها، بس مش عارفين تحرروا نفسكم منها. كل لما تيجوا تاخدوا الخطوه ان انتم تخرجوا من العلاقه دي، تلاقوا الشخص ده بيرجعكم ليه تاني. فانتم محتارين في العلاقة، مش عارفين هتكملوا فيها ولا لا، والشخص ده هو مش مريحكم، مش معرفكم مصير العلاقة، زائد ان انت مش عارف تحرر نفسك خالص يا برج الجدي. برج الجدي استخير ربنا واقعد مع الشخص ده او اتكلم مع الشخص ده. لو انت اساسا ما بتقابلوش وكلامكم في التليفون او عن طريق السوشيال ميديا، اتكلم معاه اخر كلام واعرف مصير العلاقة ايه. وعشان كده انت رابط نفسك بعلاقة مش معروف اولها من اخرها، وفي الاخر بعد ما هتحب الشخص ده هتتصدم. فخلي بالك، انت متعرض لصدمات كتير في كل علاقاتك، فمش ناقص انت بقى. ماشي يا برج الجدي. برج الجدي في شوية امور عندك متعلقة شوية، او ممكن تكون ايه الامور دي مش ماشية معاك زي ما انت عايز يعني ان هي تمشي، او ممكن يكون في مشاكل بتحصل معاك الفترة دي بتدور لها على حلول. يعني بص يا برج الجدي، انا شايفاك عامة انت مش بتعتمد على حد ومعتمد على نفسك في كل شيء، وعليك زي ما قلت لك مسؤوليات وعليك حمل وفي مشاكل عندك وفي امور واقفة عندك. فانت على قد ما بتقدر بتحل امورك وبتحل مشاكلك وقايم بحياتك ومسؤولياتك والتزاماتك وطلباتك وكل واجباتك، يعني ما شاء الله عليك. بس ربنا يبعد عنك بس ايه الناس اللي غاويه ان هي تزعلك، لان من الواضح ان انت زعلان شويه الفتره دي، زعلان من ناس كتير هي يعني مش حاسه بقيمتك ولا مقدراك، وزائد ان انت زعلان من الامور اللي هي بتتعطل معاك. يعني فعايزه اقول لك الفتره اللي جايه في تغييرات حلوه عندك باذن الله، فمش عايزاك تزعل من اي حاجه. وضعك هيكون كويس جدا، وضعك المادي كمان هيتظبط معاك، وهيكون عندك تعويض مادي او في ماديات جايه لك من مكان بعيد على فكره يا برج الجدي. بص يا برج الجدي، انا عايزه اقول لك على حاجه. في حد من ولادك ممكن يكون عنده تعب نفسي، او ممكن يكون متاثر بعلاقتك مع الشريك. يعني بالنسبه للمتجوزين ده بينطبق عليكم، ممكن تكونوا منفصلين او ممكن يكون عندكم مشاكل في قلب البيت، مفيش وفاق ما بينك وبين الشريك، فبالتالي الولد ده او البنت اللي عندك متاثرين جدا 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 بعلاقتكم ببعض، فبالتالي يعني نفسيا مش متظبطين. فخلي بالك، خلي بالك يا برج الجدي، خلي بالك على اولادك. برج الجدي في قلب شغلك في حاجه حلوه هتجيلك على فكره. يعني بص، رغم ان انت عمال تتحارب في قلب الشغل، رغم ان في مناوشات بتحصل كتير حواليك، رغم ان انت طول الوقت حاسس ان انت مهدد في قلب الشغل، ان انت ممكن ما تستمرش فيه وممكن تمشي فيه، وعمال تراضي هنا وتراضي هنا وتحايل هنا وتحايل هنا وتمسك العصايه من النص. بس انا عايزه اقول لك ان ربنا باذن الله هينصرك وهيفرحك. في تغييرات حلوه في قلب الشغل، ممكن كمان يكون في نقلة من مكان لمكان، او منصب لمنصب، او نقلة من بلد لبلد انت طالبها، ترقية، زيادة، في حاجة جميلة عندكم بإذن الله هكون من نصيبكم. ماشي يا حبايبي، خلي بالكم بس من نفسيكم، ما تزعلوش الفترة دي. يعني لو في اي حاجة غامضة معاكم، لان الامور الغامضة قدامكم انا شايفة ان هي هتنكشف ليكم الفترة اللي جاية على خير بإذن الله. ماشي. في رجوع عند المنفصلين على فكرة، وفي فرحة حلوة
بإذن الله يعني تخصكم، وفي ارتباط كمان على فكرة، بس احنا هنشوف كل ده بالتفصيل في فنجان العاطفة. نفتح لك كروت الملائكة ونشوف عايزة تقول لك ايه يا برج الجدي. استبشر خير بالكارت بتاعك او بالكروت بتاعتك اللي هتطلع لك، ونقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كارت من فوق الوش كده. ابقى ايجابي يا برج الجدي. يا برج الجدي لسه بقول لك ايه، انت زعلان عشان امورك مش ماشيه معاك زي ما انت عايز. خليك ايجابي، وباذن الله الفتره اللي جايه هتكون فتره كلها خير عليك وكلها ازدهار، وفي تغييرات حلوه عندك على فكره يا برج الجدي. استبشر خير بالكارت بتاعك. انا عايزاك بس تبعد عني الناس السلبيه اللي حواليك، ماشي يا برج الجدي، وربنا يبعد عنكم كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا برج الجدي، عبر عن حبك. برج الجدي عبر عن حبك في، يعني بيقولك الكارت حان وقت المصارحة بما في قلبك. تداريك كتير يا برج الجدي من ناحية العاطفة عن الشريك، وانت بتحب الشريك من الواضح، وجي الوقت ان انتم تتكلموا فيه مع بعض بكل صراحة، وان انت تقول كل اللي في قلبك ليه، سواء هو كان عتاب زي ما قلت لكم لان انتم عندكم تراضي وممكن في عتاب في مواجهة، او قول له كل اللي في قلبك عشان لما تيجوا تبتدوا مع بعض صفحة جديدة تبتدوها ان شاء الله على مية بيضة زي ما بنقول، وتبتدوها على خير، وتكون طلعت كل اللي في قلبك ناحيته يا برج الجدي. وعندكم رجوع. الكارت ده برضو بيرمز للرجوع. نشوف فنجان العاطفة. هتستمروا معايا بعد ساعة تشوفوا الفنجان. انا عايزة شير كتير وعايزة مشاركة كتير للاتنين فنجان، عشان لو لقيتك مهتم بفنجانك النهاردة، عشان في ناس كتير بتقولي يا ام مازن انت مش مهتمية بينا، وكنت برج الجدي كان اهم برج عندك، برج الجدي بيأثر معايا قوي. لو هو ما أثرش معايا انا عندي استعداد كل يوم انزل لك الفناجين بتاعتك يا برج الجدي، ماشي يا برج الجدي. بس بصراحة يعني أنا مش عارفة أنت قصرت ليه، لعل المنع خير. يلا يا جماعة نفتح فنجان جديد بإذن الله، ومع ألف سلامة.